يلا بينا نتكلم النهارده عن 5 مباريات كان لازم يكونوا مين ايفنت الراس مانيا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. رقم 5 معانا وهي مباراة ايج ستايلز ضد شينسكي ناكامورا الراس مانيا 34. وقتها انت عندك ماتش احلام كان بيتم البناء ليه من عرض الرويال رامبل ما بين واحد كان بيقدم فترة عظيمة مع لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون وتعد من افضل الفترات مع اللقب ده اللي هو المصارع اي جي، وشينسكي ناكامورا اللي كان لسه صاعد من انكس تي وكان بيتم الدفع بيه واحدة واحدة. فاز بمباراة الرويال رامبل، اختار ايج ستايل، وبدأت تحصل عداوة ما بينهم في عرض سماك داون لايف وقتها. وبصراحة كان ماتش احلام لان احنا شفنا الماتش اللي حصل ما بينهم في عرض التي ان اي او في اتحاد التي ان اي، كان ماتش عظيم. فاحنا كلنا قلنا ان الماتش ده في عرض الراس المانيا هو ماتش احلام مش هيتكرر غير مرة واحدة في العمر، ولازم يكون حدث رئيسي. وبعد عداوة عظيمة اتبلورت في عرض سماك داون، للأسف الماتش اللي اتلعب في الراس المانيا اتلعب في العرض وفي نص العرض نفسه. الماتش كان أداؤه متوسط بسبب التحجيم اللي اتعمل على الماتش. لا فينس ماكمان ادى الماتش حقه ولا الكتاب ادوا للماتش حقه، محدش اهتم بالماتش خالص. الكل وقتها كان مهتم بعداوة رومان رينز وبروك ليزنر من الكتاب اللي كانوا مخلينها المين ايفنت، وكان أسوأ مين ايفنت ممكن تشوفه. تخيل الدبليو دبليو ضحت بمين ايفنت عظيم زي ايج ستايلز وناكامورا في مقابل مين ايفنت عبيط زي بروك ليزنر ورومان رينز. مين ايفنت متكرر، مين ايفنت ممكن تشوف منه أسوأ ما يمكن ان بروك ليزنر بيدمر رومان رينز للمرة التانية. كان ممكن نشوف ايج ستايلز وناكامورا ونشوف شخصية ناكامورا ده، حتى انقلاب ناكامورا على ايج ستايلز بعد المباراة كان شيء خرافي جدا. المباراة كانت كويسة كأداء، ولكن التحجيم اللي حصل قبل المباراة على المصارعين الاثنين سواء ستايلز او ناكامورا هو اللي طلع المباراة بالاسلوب ده. ما كانش فيه اي حماس من الاثنين مصارعين دول. خد بالك ناكامورا اسلوبه على الحلبة هو من افضل المصارعين في العالم اداء، وستايلز كذلك. يعني انت عندك 2 مصارعين يقدروا يقدموا لك ماتش 5 نجوم وعداوة اسطورية. فماكمان للأسف ما استغلش الوضع ده وقدم أسوأ مباراة في عرض راس المانيا، كانت ممكن تكون مين ايفنت عظيم. رقم 4 معانا وهي مباراة الاندرتيكر ضد تريبل اتش راس المانيا 28، مباراة الاند اوف ايرا او مباراة نهاية الحقبة. الناس هتستغرب وتقول لي طيب ما المين ايفنت في العرض ده كان الروك وجون سينا، كانت دي عداوة تستحق. عداوة تستحق بأمارة ايه؟ عداوة الروك وجون سينا ديت قضت على 3 مين ايفنت في عرض راس المانيا بلا اي معنى. المين ايفنت في الراس المانيا 27 ما بين جون سينا وزاميز كان هدفه عودة الروك وبداية عداوته مع جون سينا، يعني زاميز ما استفادش بلحظته في الراس المانيا يا عيني. ثم الراس المانيا 28 يعني نقعد سنة كاملة نقدم سيجمنت كامل عداوة مملة كاملة علشان في الاخر نلعب ماتش أسوأ ما يكون الأداء من الروك وأسوأ ما يكون الأداء من جون سينا وأسوأ ما يكون النتيجة اللي انتهت بيها الماتش وهو خسارة جون سينا، علشان نضحي بماتش عظيم ما بين الأسطورة الفينام ذا أندرتيكر ضد الأسطورة تريبل اتش. بماتش زي ده يعني ماتش نهاية حقبة هيلينا سيل ماتش في وسط وجود الأسطورة شون مايكلز كحكم للمباراة، نضحي بده كله في مقابل ان احنا نقدم ماتش عبيط ما بين جون سينا وذا روك. لا ومش كده وبس، راس المانيا 29 كرروا نفس الموضوع، جون سينا والروك هيلعبوا للمرة التانية. طب وراس المانيا 28 ليه انتوا كنتوا كاتبين ان المباراة دي هتحصل مرة واحدة في العمر؟ كنتوا بتبيعوا تذاكر اياميها؟ يعني انتوا ضحيتوا بمين ايفنت عظيم ما بين الاندرتيكر وتريبل اتش في مقابل مباراة عبيطة ما بين جون سينا والروك للدرجة دي؟ تخيل ماتش الاندرتيكر وتريبل اتش كان ماشي ازاي. خلاص وجود شون مايكلز تريبل اتش هيكسر السلسلة، وكذا لحظة في المباراة بتبين لك ان السلسلة خلاص هتتكسر. الاندرتيكر خلاص موجود في قفص وسط 2 صحاب، يعني خلاص مفيش سلسلة، السلسلة نو مور هتتكسر. ولكن في النهاية السلسلة بتستمر، الاندرتيكر بيستمر محافظ عليها. النهاية حتى اللي بعد المباراة نهاية الحقبة، ال3 بيقفوا بيحضنوا بعض بيشيلوا بعض، نهاية جميلة كانت ممكن تكون مين ايفنت عظيم وجبار ولحظة هتفضل في الأذهان لو كانت مين ايفنت. ولكن فينس ماكمان بيقرر يضحي بده كله لاجل عيون الروك وعيون الأستاذ اللي راجع من هوليوود علشان يضحي بماتش واحد في السنة وشوية سيجمنت جون سينا بينفخوا فيهم على الرينج. الواسطة شغالة في الدبليو دبليو اي من زمان قوي، ولكن برضه هتبقى لحظة الاندرتيكر وتريبل اتش وشون مايكلز هي لحظة أسطورية بلا منازع.
رقم 3 معانا وهي عداوة الأسطورة الراحلة براي وايت ضد ذا فايبر راندي اورتن في الراسل مانيا 33. دي اكتر عداوة اتظلمت داخل الدبليو دبليو اي واتظلمت في الراسل مانيا. العداوة اللي انا شايفها غريبة وعجيبة في نفس الوقت. العداوة اللي بدأت ما بين براي وايت وراندي اورتن، وبعدين لقينا فجأة راندي اورتن انضم لبراي وايت. فجأة لقينا راندي اورتن بيفوز بالرويال رامبل. براي وايت فاز بلقب الدبليو دبليو اي تشامبيون في الإليمينيشن تشامبر. راندي اورتن بعدها رفض ان هو يلاعب صديقه براي وايت على اللقب رغم ان هو بطل الرويال رامبل. وبعد كده شفنا انقلاب راندي اورتن على براي وايت وحرق البيت بتاعه وقال له انا هحرق الاريا الخاصة بتاعت براي وايت، هيحرقها خالص في الراسل مانيا. ازاي دي ما تكونش المين ايفنت؟ تخيلوا المين ايفنت في الراسل مانيا 33 كان بين مين ومين؟ رومان رينز البيج دوج الكلب حرفيا ضد الاندرتيكر. اسوأ مين ايفنت في تاريخ الراسل مانيا، اسوأ حاجة ممكن تشوفها عينك، تلوث عينك ممكن تشوفها، في مقابل ان احنا ممكن نشوف مين ايفنت عظيم ما بين براي وايت وراندي اورتن. لا، شفنا مين ايفنت عبيط ما بين الاندرتيكر ورومان رينز. ادي الواسطه حرمتنا برضو من مين ايفنت عظيم ما بين براي وايت وراندي اورتن، في مقابل ان احنا نشوف رومان رينز بيتصدر الحدث الرئيسي للراسل مانيا. هي العيله دي كده زي ما يكون هم ملاك الشركه الاصليين وجايبين فينس ماكمان وتريبل اتش يديروا لهم الشركه مش اكتر، شويه اشكال ليهم. براي وايت وراندي اورتن بعد عداوة عظيمة، انت كنت تقعد تسمع سماك داون لايف وقتها وتتمزج. شوف راندي اورتن وبراي وايت كده والغموض. راندي اورتن دي اخر حاجة عظيمة قدمها على الرينج، وقدم برضو عداوته مع ماكنتاير في فترة الكورونا كانت حلوة، بس ديت هتفضل في اذهان راندي اورتن. دي اخر الحاجات المحترمة اللي راندي اورتن قدمها. براي وايت الكتابة اللي كان بيكتبها كانت عظيمة، العداوة عظيمة، والماتش نفسه والقصة كانت ماشية بطريقة كويسة. براي وايت ده مش هيتكرر، ولكن فينس ماكمان قال لك لا، برضه العداوة دي تترمي في نص عرض الراسل مانيا. المين ايفنت الاندرتيكر ورومان رينز، تسليم شعلة، الاندرتيكر يسلم الشعلة لرومان رينز. رومان رينز اللي هيفضل كابس على نفسنا هو وعيلته ليوم الدين، العيلة اللي لا تفقه اي شيء في المصارعة اطلاقا. ضحينا بمين ايفنت عظيم زي راندي اورتن وبراي وايت علشان ولا حاجة في النهاية. رقم 2 معانا وهي الاندرتيكر ضد باتيستا في الراسل مانيا 23. العداوة اللي انا شايفها كانت لازم تنهي السلسلة بتاعة الاندرتيكر. ده كان انسب وقت. انا كنت شايف السلسلة بتاعة الاندرتيكر لازم تتكسر، لان باتيستا كان وقتها كان وحش حقيقي، والقصة كانت بادئة بشكل جبار. الاندرتيكر بعد مباراة رويال رامبل قوية، ودي اعنف رويال رامبل ممكن تشوفها في التاريخ، اعنف مش افضل رويال رامبل. ده حتى الطريقه اللي الاندرتيكر اختار بيها خصمه للراسل مانيا كانت طريقه سينمائيه كده، وطريقه روعه في عرض الرو لما كان حاطط الثلاث ابطال قدامه، بابي لاشلي، جون سينا، باتيستا، واختار بالعين، اختار باتيستا بالعين كده. والعداوه مشيت بشكل كويس لحد الراسل مانيا، وشفنا ماتش في الراسل مانيا جبار حرفيا، تكسير عظام بمعنى الكلمه. وباتيستا قال وقتها ان قبل الماتش ده ان هو ده الفرصه الثمينه ان انا اطلع من الراسل مانيا ده محافظ على لقبي وكسبان اهم لقب، ان انا اكسر سلسله انتصارات الاندرتيكر. وبرده المين ايفنت في العرض ده كان ما بين شون مايكلز وجون سينا. ليه مش الاندرتيكر وباتيستا؟ ليه اختار جون سينا وشون مايكلز على الرغم ان جون سينا وشون مايكلز قبل العرض ده لعبوا ماتش في عرض الرو ضد بعض؟ طب كنت ضحي يا استاذ فينس، خلي الاندرتيكر وباتيستا مين ايفنت في العرض ده، كان هيبقى افضل بكتير، هيدي قيمه للعرض. ولكن للاسف فينس ماكمان برضو خلى مباراه زي ديت مش مين ايفنت، رغم ان المباراه جباره وهتفضل من افضل المباريات اللي انا شفتها في الراسل مانيا. ولو عملت افضل 10 مباريات في الراسل مانيا او افضل 5 مباريات، المباراه دي هتكون توب 3 او رقم 1 على الاقل. المباراه دي جباره جدا من حيث الاداء، الاتنين التناغم ما بينهم على الحلبه كان جبار جدا، وكانت تستاهل تكون مين ايفنت بلا منازع. بس فينس ماكمان كان عنده شويه عبثيات، بس برضه مش هتيجي في عبثيات عم بخ طبعا. رقم 1 معانا ودي الصدمة بالنسبة لي، عداوة سيس رولينز وبروك ليزنر راسل مانيا 35. العداوة اللي كانت جميلة جدا من فوز سيس بالرويال رامبل 2019 وتحدى بروك ليزنر على لقب اليونيفرسال تشامبيون، والعداوة اللي كانت بادئة في عرض الرو بشكل جميل، ان سيس المصارع الخفيف ازاي هيقدر على بروك ليزنر الوحش المانستر اللي محدش هيقدر عليه خالص. وبصراحة كانت ماشية في طريقها ان هي هتكون المين ايفنت.
بس احنا كنا عارفين من قبل الراس المانيا المين ايفنت هيكون ايه، لان استاذ بخة وفينس ماكمان وستيفاني ماكمان اعلنوا قبل الراس المانيا بشهر او شهر ونص ان المين ايفنت للراس المانيا السنه دي هيكون سيدات ما بين راندا راوزي، شارلوت وبيكي لينش. تخيل المين ايفنت سيدات على حساب بروك ليزنر وسيس فريكن رولينز، ضحوا بالاداء والقصه والجماهير وكل حاجه مقابل سيدات، مقابل ولا حاجه. الراس المانيا 35 دي تعد من اسوأ الراس المانيا اللي اتلعبت في التاريخ كله، لان المين ايفنت اللي اتلعب في الراس المانيا ده كان اسوأ راس المانيا مين ايفنت ممكن تشوفها في حياتك. ده انتهى ببوتش. انت متخيل؟ بيكي لينش اصلا وهي بتثبت راندا راوزي كتفها كان مرفوع وكان واضح والكاميرات جايباها وكل الصحافه اتكلمت عنها. افضل حاجه حصلت في العرض ده كله، افضل حاجه ان بروك ليزنر وسيس افتتحوا العرض ده افضل حاجه حصلت. ده بجد انت متخيل؟ ريحوا نفسهم بدري وقدموا ماتش بيرفكت، ماتش كويس جدا من الاداء، كان سريع وكان عظمه، وكملوا العداوه بعدها استكملت. اي نعم فوز بروك ليزنر بالماني ان ذا بانك ما كانش منطقي، بس العداوه كانت جميله لنهايتها في عرض سمر سلام. ازاي يا استاذ فينس ماكمان تخلي المين ايفنت الراس المانيا سيدات؟ يعني انا خلصت من رومان رينز تخليه سيدات؟ يعني سيس رولينز وبروك ليزنر ما يبقوش مين ايفنت راس المانيا وراندا روزي تبقى في مين ايفنت راس المانيا؟ دي حاجه كانت لا تعقل، تعد من اسوأ راس المانيا في التاريخ، اوحش راس المانيا تشوفها في حياتك. وبس كده يا شباب، لحد هنا يكون انتهى معانا الفيديو. اهم حاجه ما تنساش تابعنا على صفحه الفيسبوك، تابعنا برضو على حسابات الشخصيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، كل الروابط موجوده تحت في الديسكريبشن. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.